السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا جمهورنا العظيم. أنا مريم، وبرحب بكم في حلقة جديدة على قناتكم الرياضية المفضلة ملعب اليوم. والنهاردة جايبة لكم أهم تفاصيل مباراة الأهلي القادمة مع الإسماعيلي في دوري نايل نسخة 2025-2026. بعد ما الأهلي قدر يحسم قمة السوبر المصري في الإمارات وفاز على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، وقدر يرفع الكأس للمرة ال16 في تاريخه والخامسة على التوالي، الجماهير دلوقتي مركزة مع الخطوة الجاية، الدوري. الأهلي داخل اللقاء بمعنويات عالية جدا، خصوصا تحت قيادة الدنماركي يس توروب اللي بدأ يثبت بصمته الفنية ويقدم كرة منظمة وقوية. المباراة اللي كانت مقررة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر اتغيرت وبقت يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 على استاد الجيش ببرج العرب والساعة 5 مساء، ودي مواجهة ضمن الجولة ال14 من دوري نايل. ماتش مهم جدا للأهلي، مش بس لأنه بيواجه فريق كبير زي الإسماعيلي، لكن كمان لأنه عايز يكمل سلسلة الانتصارات بعد السوبر ويثبت للجميع أنه داخل الموسم ده وعينه على كل البطولات. أما بالنسبة للإسماعيلي فهو دايما بيكون خصم صعب، فريق عنده تاريخ كبير، ومجرد مواجهة الأهلي بتخليه يظهر بشكل مختلف، وده اللي مخلي المباراة منتظرة من جماهير الفريقين. أما عن التشكيل المتوقع فهو كالتالي: الأهلي: حارس المرمى محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق. الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد مجدي أفشة. الهجوم: حسين الشحات، تريزيجيه، أشرف بن شرقي أو زيزو. والإسماعيلي: حارس المرمى عبد الله جمال. الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد ربما عمار القط. الوسط: إبراهيم النجعاوي، محمد خطاري، عبد الرحمن الدح. الهجوم: خالد النبريسي، نادر فرج. هل يقدر الأهلي يواصل انتصاراته؟ هل الإسماعيلي هيعمل المفاجأة؟ هنعرف ده كله يوم 11 فبراير. احجزوا الموعد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم مريم، أشوفكم في حلقة جديدة.